بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. بصوا القوطه المجنونه، بجد مجنونه. احنا عملنا مع بعض الصلصه وخزناها، وعملت انا عملت تاني غير اللي انا وريته لكم. انا عملت كميه وشلتها. ففي ناس ما بتحبش تقف على البوتاجاز كتير وكده وبتكسل يعني، فاحنا هنعمل ايه؟ اسهل طريقه لتخزين القوطه في الفريزر. انا همسك القوطه دي انضفها بقى من كل ده، واغسلها غسله نظيفه حلوه قوي، واغسلها بالخل وبالميه وانقعها شويه. كل ده طبعا انتوا عارفين، ومش مهم ان انا اجيب لكم الخطوات دي كلها. وامسك القوطه اقطعها بقى على 4، تقطعيها زي السلطه، تقطعيها زي ما تقطعيها. انا هغسلها حلوه قوي واقطعها وارجع لكم تاني. غسلت القوطه حلوه قوي وقطعتها كده، قطعيها اي حاجه 4/4 8/4 اللي يعجبك. هعبيها بقى في اكياس بردك وهرجع لكم. انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم، هو فيديو صغير يعني. باقي القوطه اهي عبيتها في الاكياس. اهم حاجه تطلعي الهواء من الكيس كده وتربطي. طبعا انتوا عارفين كل حاجه. انا صغرت الفيديو عشان هو مش مستاهل وما فيهوش اي افتكاسه. انت جبتي القوطه غسلتيها وقطعتيها وحطيتيها في الاكياس. هاتي 4 كيلو كيس وخليه عندك لتفريز بقى الحاجات اللي انت هتعمليها. كل سنه وانتم طيبين. كل خضار الشتاء جميل وعايز يتفرز كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي. ونسيت اقول لك انت تعملي قد طبختك، يعني قد طبختك اللي انت بتطبخيها تعبيها. وطول ما القوطه بره في السوق رخيصه، ما تجيش جنب الاكياس دي. تيجي جنب الاكياس دي امتى؟ لما القوطه تغلى وتبقي محتاجاها. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسونيش لايك، كومنت حلو زيكم. واللي ما اشتركش يتفضل ينورني. اشوفكم على خير يا حبايبي، يا احلى عيله في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.